جيراننا الزينة، والله تستاهلي شعر حبيبي اللي كل ما فيك محبوب، ترخص لها الدنيا وما كان فيني، اللي يجيني كل ما غاب الهوب، ونس حرارة لهبة في جنيني. ايش فيه يشوفني هالشخص كل يوم؟ ايش يبغى مني؟ ايش قد اكره واكره النماذج. أكيد تفكر فيا حاليا. لو أصارحها ما في خاطري وارتاح، ادخل ارتاح لي. البنات الحين ما يشوفوا إلا اللي عنده فلوس ويسافر من بلد إلى بلد، مش مثل حالاتي ما مع إلا علبة دخان. ادخل ارتاح لي كم ساعة وكل شي في وقته حلو. من لما كبروا عيال هالشارع يحسسوني كأني غريبة عليهم، مع إنهم كانوا يلعبون في بيتنا. أوف، متى تخلص هالمعاكسات؟ ما هم في مستواي أصلا ليعاكسوا واحدة مثلي، ياكلوا زق. أيوة. وين انت اللي زمان ما شفتك؟ والله مشغولة يا عمري، شوية في الشغل. اوكي، اقدر اشوفك الحين في نفس المكان الاخير؟ لحظة، مسافة الطريق وأكون عندك، مع إن الغداء قريب يجهز وأبوي راح يناديلي. تمام، انا بدي اياك على السريع وبعدها ارجع يتغدى. أروح أنبه بنيتي الغالية قبل لا تروح إن الغدا قرب يجهز، أكيد جوعانة من تعب الشغل في الشركة. بنيتي بنيتي، انتظري. إيش فيه أبوي يناديلي؟ إن شاء الله خير. بنيتي الحلوة، وين رايحة؟ الغدا جاهز. لحظة بس، رايحة لعند صديقتي أسولف معاها وراجعة على السريع. تمام يا بنيتي، لا تتأخرين. اطلع ادخل، زهقت من البيت. وين رايحة البنت كل دقيقة وهي برا البيت؟ مش مطمن على هالموضوع نهائيا. وين انتي؟ تأخرتي، عندي شغل. لحظة، أنا في الطريق، قربت أوصل. خليك في مكان بعيد عن عيون الناس. تعالي لا تمرطي في الحكي. عاش من شافك يا غزال. يلي يقول لك سنين ما شفتني. انتي تعرفي اليوم بدونك كأنها سنة عندي والله. أقول لك شي، أنا تعبت من هالكلام. متى بتجيلي بيتنا زي العالم والناس وبتخطبني؟ صبرك صبرك، حتشوفي هاللحظة عن قريب. ريحتك مش غريبة علي، انت رجعت على هالسم الجديد. ما تخافي، ما كترت، وانا وعدتك حتركه. نفس الكلام من يوم عرفتك. هيا أبوي حيتصل علي، أستاذنك، سلام.
وين كانت رجعت بهالسرعة؟ والله موضوعها بحير. أشوف لي مكان أرتاح فيه وأشرب لي كوب قهوة على السريع. إذا قعدت على هالحال مش رح أتجوزها، ضروري أحرك حالي وأطرق بابهم وأصارح أبوها أني بدي بنتك. أي أتوكل على الله، صابت أو خابت، ليش أنا إيش ناقصني؟ السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. كيف حالك وحال الأهل؟ الحمد لله. كيف حالك أنت وحال بيتكم؟ الحمد لله في نعمة من عند ربي. تفضل يا ولدي، كيف أقدر أخدمك؟ الصراحة بنتك عجبتني وقلت أتوكل وأخطبها على سنة الله ورسوله منك. أقول لك على شي حطها في راسك، أنا الحاج حمد، مش من هب ودب أعطيه بنتي. انت ماك في مستوانا. ايش بيقولوا الناس عليا؟ ليش انا شو ناقصني؟ انا ما بعطي بنتي للفقراء، وربي يرزقك بعيلة من مستواك. يلا روح. الفقر ما عذرب عريبين الافعال، والمال ما زاد البخيلين قامه، والوقت لو يقسى على الناس الابطال لابد ما يصفى ويرخي لثامه. يا صاح لا يغروك عبالة المال، ترى أسير المال ما له كرامة. إن كان له عندك مصالح وأعمال يستبشر بشوفك ويبده تمامه، وإن كان ما له في مصالحك آمال. ليش كل الناس الحين بيكيسوا الشخص بماله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان واحد مهرب غيري وحالته فوق الريح أعطوه بدون تردد، بدون ما يعرفوا حتى من وين جنسيته. بس الفقير يطلعوا فيك ألف عيب، بس ربي ما ينسى حد. الرزق على الله، والأيام حتدور، وربي حيرزقني بالمال والبنون والمرأة الصالحة بإذن الله. لو تبغوا تكملة الحلقة وإيش صار في عائلة البنت، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ودعم هذا الفيديو باللايك. انت مقدها أبغى يوصل 500 لايك. See you soon. Be waiting.